اهلا وسهلا بكم احبابي واصحابي اللي تابعوني من كل مكان. طبعا النهارده طالعين نتكلم على اللي حصل مع النادي الاهلي واللي حصل مع نادي الزمالك، وطبعا نبدا بالنادي الزمالك والاهم لان انا زملكاوي. طبعا اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب يوجهوا الشكر للكابتن ايمن الرمادي هو والجهاز الفني. الحمد لله اخيرا وجهوا الشكر، يبقى كده في مدرب جاي طالما وجهوا له الشكر هو والجهاز الفني بالكامل. بس لا طبعا وجهوا الشكر كمان للجهاز الطبي بالكامل برئاسه الدكتور محمد اسامه. الحمد لله. وكده الحمد لله اداره نادي الزمالك خلصت الاتفاق مع المدرب الجديد يانيك فيريرا. جاي هو والاربعه المساعدين بتوعه، جايبهم اجانب معاه من بره، جاي معاه مساعد مدير فني، وجاي معاه محلل اداء، وجاي معاه معد بدني، وجاي معاه مدرب حراس مرمى. الاربعه هيجوا مع المدير الفني في خلال الاسبوع ده، وخلاص اداره نادي الزمالك خلصت كل حاجه مع يانيك فيريرا. افرحوا يا جماهير نادي الزمالك، خلاص اداره نادي الزمالك خدت خطوه سريعه. وطبعا السي في بتاع المدرب مش قد كده، سي في عادي جدا، سي في ما ينفعش يجي يدرب نادي الزمالك، بس احنا طبعا مش هنحكم عليه دلوقتي الا لما نشوفه، لان فعلا المدير الفني ده قبل ما يجي نادي الزمالك درب في 5 أندية، درب في الرياض السعودي والفتح السعودي، ودرب في بلجيكا فرقتين، ودرب في قبرص فرقه. وطبعا ده السي في بتاع المدرب بتاعنا على قده. وطبعا المفاجاه لجماهير نادي الزمالك ان مصطفى شلبي جاي له عرض مهم جدا، وطبعا اداره نادي الزمالك وطبعا احمد حسام ميدو ما رضيش بالعرض، وقال لك مصطفى شلبي ده عمود اساسي في الفريق، ده هو ده اللي احنا بنعتمد عليه، لان هو الهجوم بتاعنا ما عندناش غيره وهو الوينج الوحيد. فعشان كده خلاص قعدوا مصطفى شلبي. بعد جماهير نادي الزمالك ما فرحت، خلاص رجعنا تاني اتوكسنا، وخلاص الحمد لله اداره نادي الزمالك خلصوا اكيد مع 4 لعيبه مهمه جدا. محمد شريف لاعب الاهلي سابقا مهاجم، واحمد شريف لاعب نادي فاركو المهاجم، وطارق حامد اللي هو جاي لك فري خلاص بتاعنا اللي احنا عارفينه، وجاي لنا مين؟ حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي. المفروض ان انت خلصت معاه، دول اهم 4 لعيبه نادي الزمالك خلص معاهم دلوقتي. بالنسبه للنادي الاهلي اداره النادي الاهلي خلاص مش هيفعلوا بند شراء اللاعب يحيى عطيه الله، وهو الاعاره بتاعته هتخلص يوم 15 يوليو وهيرجع تاني نادي، لان هم دلوقتي خلاص هم جربوه لقوه مش الكيمياء بتاعته مش راكبه مع لعيبه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي، فخلاص هم دلوقتي بيخلصوا في مين؟ في احمد شكري. وكلنا عارفين ان احمد شكري ده اصلا من ناشئين النادي الاهلي وهيرجع لهم تاني، وخلاص خلصوا فيه. وطبعا اداره النادي الاهلي بعد المستوى اللي ظهر بيه محمد هاني في كاس العالم للانديه هو وعمر كمال، دلوقتي بيسعوا ان هم يجيبوا باك يمين عشان يغطوا الناحيه دي، فبيجيبوا مين؟ احمد عيد لاعب نادي الزمالك سابقا الباك اليمين. وكمان بيخلصوا في مين؟ ياسين مرعي المدافع بتاع نادي الزمالك سابقا. فدلوقتي لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي نقول ايه؟ نادي الزمالك سابقا، لان كده